الأبراج النارية وقراءة للأبراج النارية: أسد، قوس، حمل. أهلا بيكم. هنعمل قراءة لقرار مصيري محيرك، نفسك تعرف أو إجابة إنك تجاوب نعم أو تجاوب لا في 2026 وفي هذا الوقت من السنة في شهر واحد. إجابة نفسك تحصل عليها. يلا مع بعض يا أبراج النارية، يلا معانا ونبتدي نسأل السؤال: هل القرار اللي انت عاوز تاخده وبتفكر فيه وشغلك مناسب ليك أصلا ولا مش مناسب؟ بسم الله ناخد الإجابة. هل هذا القرار اللي محيرك مناسب ليك؟ بشوف ان هو قرار في الحب. قرار في الحب. بشوف ان هو قرار لحد ما طايش شوية او متهور، او هو عايز يحب ومش عايز اي حد يوقفه، عايز العلاقة دي ومش عايز اي حد يقوله لا، حتى لو كان غلط هو موافق، هو عايز، هو راضي. دي شكلها بداية جديدة ليك انت ونفسك تعرف تعمل معاها ايه. طيب خلينا نشوف. قرار مناسب هو قرار لحد ما طايش شوية، بس انت حبه جدا وشايف انه مثمر ليك، وشايف انه رغم انه ممكن يكون طايش بس هيبسطك ويساعدك. خلينا نكمل ونشوف. هل لو قلت نعم ايه اللي هيكون وايه اللي هيحصل؟ واو واو. لا قول نعم، لا قول نعم على طول من غير كلام. لو قلت نعم هتكون بداية حلوة ليك، وهتكون بداية جميلة ليك جدا، وهيكون فيها إلهامات حلوة ليك، وهيكون فيها حرية، هيكون فيها سعادة، هيكون فيها جواز، يعني ممكن تكون جواز إنجاب. بس هنقول لو قلت نعم ايه اللي ممكن التحدي اللي يقابلك؟ في امور مش هتكون راضي بس عنها بينك وبين نفسك، في حاجة جواك مش هتكون راضي عنها، حاجة جواك انت تخصك انت، قيمة. يعني ايه قيمة؟ يعني هيكون في وضع ما انت هتكون قابله غصبا عنك، ضغط عليك، مضطر تقبله عشان انت عايز كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. بصوا انتوا الكارت ده كارت البدايات، والبدايات اللي الانسان بيمشي فيها وبيسيبها على ربنا. الكارت ده معناه ان انت بتمشي وسايبها على ربنا، زي ما تيجي. طيب هي هتيجي ايه؟ لو ده حصل هتيجي ايه؟ هي بتيجي انها حلوة جميلة مريحة ليك جميلة، بس مشكلتك ان انت مش هتبقى راضي عن نفسك في حتة معينة، هتكون دايما بتهاجمك داخليا وبتقول انا يعني خايف منها انها ما تبقاش انك اخترت صح، وان دي اللي تواجهك بعد كده. طيب ده لو قلنا نعم. طب خلينا نقول لو قلنا ليه، ايه اللي ممكن يحصل يا ترى؟ ايه اللي ممكن يحصل لو قلنا لا؟ يا ترى الكون عايز يجاوبنا ويقول لنا ايه؟ رسايلك من ربنا، رسايلك من ربنا. بسم الله. لو قلنا لا يا ابراج النارية ايه اللي ممكن يحصل؟ طيب لو قلت لا هتهاجمك الافكار، وعقلك مش هيسيبك تعيش مبسوط، عقلك هيتعبك اكتر ما مش هيريحك. عقلك مش هيريحك، هتكون عايش في هدك رهيب، هتكون شايف افكارك، مش عارف تنام، مش عارف تفكر، زعلان، غضبان، مش موافق انك تقول لا. طب ايه تاني؟ بشوف كمان انك لو قلت لا هيتفتح لك بداية مالية في حاجة في حتة تانية، يعني قدامك فرصة تانية، فرصة مشروع او مهنة او سفر او شغل او وظيفة او اي حاجة من دي هتتفتح لك باب ليها، وهتكون فيها متزن جدا، هتكون فيها متوازن وبقوتك، وهترجع تاني لقوتك، وهترجع تاني لنفسك، وهترجع تاني لسعادتك، وهتتوازن وهتبقى راضي عن نفسك. طيب ايه تاني؟ هتكون وصلت لاحترافية الشغل والعمل بصوا
هتظهر، او هتستفاد كتير، او كمان هتتميز. يعني ايه؟ يعني هتدير امورك المالية بشكل ممتاز وهتتميز فيها. طيب هنا الإجابة محيرة جدا. لو قلت لا، ايه اللي هيحصل؟ اي نعم هتتحرم من الأمنية أو الحب اللي كنت عايزه، بس هتنجح في حتة تانية. طب لو قلت نعم، هتتبسط وهتعيش وهتكون بداية فعلا من ربنا، لكن بتكون في حتة ناقصاك، وحتة دايما بتوجعك، وحتة دايما بتسأل نفسك يا ترى أنا هقدر أقبلها قدام ولا مش هقبلها. دي كانت قراءة الأبراج النارية، يا رب تكون استفدتوا منها. وآخد ليك نصيحة أخيرة، نصيحة: ورقة وزي ما تطلع. هناخد ورقة وزي ما تطلع كارت، وزي ما تطلع بطاقة، وزي ما تطلع بحسب السؤال اللي دار في مخك دلوقتي. انت خايف، مرعوب، مخاوفك مؤثرة عليك بشكل غير طبيعي، خايف، وانك انت في النهاية لأمور وجعاك قوي، تعبتك المخاوف، تعبتك. طيب خلينا نقول ان دي كانت قراءة الأبراج النارية في هذا الوقت من السنة 2026 شهر 1، اللي محتاج قراءة بتكون مفصلة ليك بشكل خاص ليك، بتوضح لك النقط اللي ممكن تكون محتاج تعرفها، الطريق اللي ممكن تمشي عليه، بتستقبل بيها بداية السنة، وإيه القرارات المتاحة ليك والقرارات الأفضل، والقرارات اللي ممكن تقول فيها لأ أو نعم، ولو قلت نعم إيه اللي يحصل، ولو قلت لأ إيه اللي يحصل، بشكل توضيحي ليك أنت. بتكون قراءة موضحة ليك أنت بطاقتك أنت، بتفيدك في بداية السنة، وبتحطك على طريق تمشي عليه، وبتلهمك وبتصحى وبتوجه أفكار في عقلك، وبتدي عقلك يفكر ويعرف يمشي ازاي. دي كانت قراءة، وشكرا ليكم. واللي محتاج أي مساعدة يتواصل على الرقم اللي موجود في البايو لحجز القراءات الخاصة. وكمان بنعمل عرض بنعرفك طاقة السنة عليك ايه، وايه الشيء اللي انت تهتم بيه السنة دي، وايه النية، وايه القرار اللي ممكن تاخده هيكون مفيد ليك. سلام.